حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الأول. حمزة عبد الكريم أول ما طلع من النادي الأهلي وراح أكاديمية برشلونة. الناس هاجمته، أنا مش فاهمة ليه بصراحة. وخاصة الناس العادية اللي ممكن تتكلم أو تعمل فيديوهات، حد يقول رأيه ده عاجبني مش عاجبني عادي. ولكن لما يطلع إعلامي كبير مشهور معروف يهاجم ولد صغير عنده 18 سنة، ليه ما تفهمش؟ ناس كتير بتسأل هو ليه هاجمه من الأول. أنا هقول لك ليه هو هاجمه. علشان هو كان عاوزه معاه في لقاء وهو رفض. طيب، هو لما رفض أولا والد حمزة، هو ما رفضش عشان مش عايز يطلع مع الشخص ده. الشخص ده بيطلع معاه كبار النجوم على فكرة وعلى قناة كبيرة جدا. ولكن الولد باباه عنده رأي يحترم، ان هو مش عاوز الولد يدخل في الاضواء دلوقتي، ومش حابب ان هو يتأثر بالسوشيال ميديا او بالبرامج او النجومية تاخده وما يركزش اصلا في الهدف اللي هو فيه. خاصة ان هو ما عملش حاجة. يعني انا برضو بحترم عقلية حمزة برغم صغر سنه، هو قال انا ما عملتش حاجة عشان اطلع اقولها في البرامج. فالولد مستني ان هو يعمل حاجة كبيرة ويطلع، فهو عنده خطة او سيستم ماشي عليه ان هو مفيش دلوقتي لقاءات حتى بعد كأس العالم. كلنا شفنا كل النجوم وزوجاتهم والمدربين وزوجاتهم، ولكن حمزة ما طلعش في اي لقاء. ودي حاجة تحترم. من كام يوم حمزة عبد الكريم لعب المطوشة الودية بتاعت برشلونة، جاب في ماتش جونين وجاب في الماتش اللي فات ده جون. من أروع الأجوان اللي خلى الناس كلها تقول عليه هالاند المصري. طريقته، أسلوبه، بنية جسمه ما شاء الله طويل، ونفس هم حاسين ان هو شبه هالاند في التكنيك بتاع اللعب بتاعه او الكلام ده، فبيقولوا عليه هالاند المصري. كل التوفيق لحمزة عبد الكريم. مش عايزين نبقى محبطين. اي حد يطلع عنده موهبة او عنده فكرة او عنده استعداد انه يبقى كويس، المفروض ان احنا ندعمه ونقف معاه. ما ينفعش ان احنا نبقى العالم كله بيشكر فيه. ادخلوا اقروا الصحف كلها بتتكلم عليه ازاي. الصحف كلها بتتكلم ان هو حد موهبة مصرية صاعدة، وموهبة مصرية ان شاء الله هتبقى خليفة محمد صلاح. يعني حاجة غريبة حصلت معاه في المشوار بتاعه ده. ازاي حد يطلع من النادي الاهلي في دوري محلي في مصر على برشلونة دايركت؟ ده اكيد ما حصلش صدفة، هو حصل لان ده شخص مميز. هو عنده موهبة مميزة، وإلا ما كانش برشلونة خده. يعني ليه احنا بقى بنحبطه ونقول لا ده مش عارف ايه ولا؟ انتوا بتفضلوا ورا الشخص لحد لما تفشلوه فعلا. بس انا حاسة ان الفترة اللي قعدها حمزة عبد الكريم مع محمد صلاح في فترة المنتخب، المعسكر بتاع منتخب مصر في كأس العالم، اعتقد ان هي غيرت في فكره كتير. محمد صلاح كان شغال عليه وبيتكلم معاه على طول وفي كل الصور والتدريبات جنبه. اعتقد ان هو ان شاء الله هيبقى حاجة كبيرة جدا. كل التوفيق ليه وبندعي له. ويا ربنا يوفقك يا حمزة. ويا ريت يا جماعة تبطلوا تحبطوا او تبقوا اعداء نجاح وانتوا مش حاسين. انت بقى قولي، هتشجع مين؟ حمزة عبد الكريم وبرشلونة ولا الاهلي؟